بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هو يا جماعة ليه يعني ربنا ما بيحاسبش الناس اللي بيسبوه؟ ليه ما بيحاسبهمش فورا عند السب أو الشتم أو ومع إن الله عز وجل يعني أمره إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ركزوا معايا يا جماعة عشان بقالنا كتير بنشوف بوستات وفيديوهات فيها تطاول على الدين بشكل فظيع وبشكل خطير، واحنا اكيد بنتضايق وبنقول ليه يا رب ما بيحصل لهمش حاجة فورا، مع ان السؤال اصلا لا يجوز، ولكن يعني بيطلع منك غصب عنك. الانسان من طبيعته بيحب ينتقم بسرعة لما بيكون مجروح او ضعيف او محتاج يثبت قوته. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو العظيم، كفر الكافر او تطاوله ما بيأثرش في ملك ربنا ذرة واحدة. زي ما الدولة القوية مش بتجهز جيش كامل او جيشها الكامل عشان تحارب نملة مثلا. سبحان الله. فالله عز وجل فوق ذلك كله هو ساب لنا الميزان، ساب لنا الشريعة، وقال لنا يعني ايه بالمعنى كده، انتوا ترتبوا حياتكم ونحمي، وانتوا تحموا بيوتكم وتحموا شبابكم واطفالكم وعيالكم وعقولكم وكل شيء. لما تطبقوا شريعة الله عز وجل، لما تطبقوا حدود الله عز وجل، هي ديت اللي هتنسف اي حد يقدر يتكلم على الله عز وجل كلمة واحدة. في حد ممكن يقول لي طب وهل يعني الردة والأحكام والشريعة وكل هذا الأمر هل يصلح في هذا العصر، عصر الحرية؟ فعلا في ناس كده. دلوقتي دخلنا في محور اسمه ليه الدين هو السيستم. ليه الدين هو السيستم اللي لو خرجنا عنه نبوظ؟ خليني اقول لك بلسان العقل كده، اي سيستم في الدنيا، موبايل او شركة او يا جدع لو حتى لعبة، لو خرجت عن قواعدها الأساسية تبوظ. الدين بالنسبة لنا نحن كمسلمين أصحاب عقيدة صحيحة، الدين مش طقوس بس. الدين ليس صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا كل بس مش ده بس، مع ان دول أساسيات، مع ان دول هما الأساسيات. كان الإسلام الصلاة والزكاة والصوم إلى آخر الحديث. ولكن ليست هذه العبادات فقط هي الإسلام. فبالنسبة لنا نحن كمسلمين الدين مش مجرد طقوس، الدين هو يا أخي دستور الحياة وأمان للمجتمع جميعا. كما ترى الآن على الفيس جرائم قتل، على اليوتيوب جرائم قتل، على الفيديوهات شتايم، على التيك توك سب، على كل ده هنا. لذلك هنا كده في المنطقة ديت احنا كده خرجنا بره السيستم، لذلك بوظنا والمجتمع باظ. فلما بنحافظ على ثبات الدين احنا بنحمي هويتنا، ودوت هيدينا برضو يعني محور تاني نتكلم عنه، ولكن مش وقته، ولكن يعني ايه ناخذ منه يعني شيء. احنا بنحمي هويتنا من التفكك، هويتنا اللي احنا ما بنصنعهاش من بره من الغرب. لذلك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه برضو الحاجة الصغيرة اللي احنا هناخدوها من هذا المحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحذة بالحذة والقذة بالقذة إلى آخر الحديث. قيل ومن هم؟ قيل اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمنهم هم. فاحنا يعني ايه، كما ترى الآن اي ترند يطلع، اي حاجة تطلع، اي عربية، اي تليفون، اي لبس، اي حاجة بتيجي من الغرب. هذا بعد عن هوية المسلمين. فالموضوع يعني ايه، عشان نرجع لموضوعنا تاني، الموضوع مش اكراه،
الموضوع مش إكراه اللي أنت تكون في السيستم، لأ، الموضوع إن إحنا بنحافظ على كيان الأمة الإسلامية عشان ما يتسرقش في وسط الزحمة، زحمة الدنيا كما سرق الآن. يعني أنا بتكلم كشاب يعني يعني على قدي في التعلم وضعيف في المعلومات وأتكلم بما أعلمه من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على حاجات أصلا حصلت. أنا كيوسف أصلا أنا بتكلم على كل اللي أنا بقولك عليه، اللي هو يعني إيه ما ينفعش اللي إحنا نعملوه، هو حصل وإحنا في نتيجته حاليا. فركز معايا عشان تعرف ان السيستم لما نخرج من عنده نخرج منه هو البوظان كله كما ترى الآن. يا بنات ويا شباب ركزوا معايا. في ناس بتقول ان الشريعة قديمة، في ناس بتقول ان الشريعة قديمة، بس يعني الحقيقة ان اللي خلقنا اعلم باللي ينفعنا في كل وقت. قوانين البشرية ما بتتغيرش بمرور السنين. قوانين البشرية يا جدع، ده يعني الموضوع ان هو اي حاجة قديمة ما تتاخدش دوت اصلا قانون لو بالعقل كده غلط. معلش، ما هو قانون نيوتن بتاع التفاحة والجاذبية والكلام دوت اللي هو عامل لنا علم بيه اصلا، وهو كان قاعد اصلا يقرأ في كتاب لا تفاحة نازلة المهم ده قديم وانت بتاخد فيه لحد دلوقتي، وانت بتدرسه في جامعتك، بتدرسه في كليتك، بتدرسه في مدرستك، كل دوت. فمش امر القديم، لا، هو امر يعني ايه، مؤامرة على المسلمين. فموضوع ان الشريعة قديمة ده موضوع باطل جدا، لان اللي خلقنا هو اعلم بما ينفعنا في كل وقت. فقوانين البشرية عمرها ما بتتغير بمرور السنين. فلو سلمنا بان ربنا هو اللي خلق الكون اللي احنا عايشين ده فيه بدقة، يعني ايه مش تسليم كده قولا، لا، بفعلا وعبادة وكل شيء، يبقى اكيد احكامه هي اللي هتخلي حياتنا تمشي بدقة. زي بص حركة الكواكب التي لا تميل سنتي. فالخلل مش في الزمان، الخلل ان احنا محتاجين نرجع اليقين بان الله عز وجل هو الذي انزل لنا الكتالوج القرآن والسنة لاجل الاصلاح. ركز لان الكلام دوت لما يثبت في دماغك انت ستنجو في الفتن، وانك تتمسك بكتاب الله وكل ما قال الله عز وجل وقال رسوله ومن بعده الصحابة، هذا الذي يعني يحميك في الفتن. فالخاتمة فيا أخي الإسلام مش هيخسر حاجة لو حد سابه. الإسلام هو رداء لو قوم من الأقوام قلعوه ربنا بيلبسه أقصد لغيرهم. قال الله عز وجل: وإن تتولوا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ده انتوا لو بعتوا انا مش هقول لكم تعالوا، لا، ده انا هجيب غيركم. انت الموضوع خلصان. فخليك انت بقى من الناس دي اللي هو يحبهم ويحبونه. انت بتحبه وهو بيحبك سبحانه وتعالى. خليك انت من الناس دي، خليك واعي، قوي بدينك، ما تخليش حد يضحك عليك بكلمتين ويقول لك ان دينك ده موضة قديمة. دينك يا اخي هو النور اللي هيخليك تشوف الطريق صح وسط الضلمة دي. فإن أردت النجاة يا أخي فدونك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دونك دين الله عز وجل والتمسك به. إن أردت النجاة دونك التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.